السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ان شاء الله هنعمل النهاردة حاجة حلوة بسيطة اسمها المكشكشة بلفة جلاش وبطريقة بسيطة جدا. اول حاجة هنعمل الشربات، مجين من السكر ونحط عليهم مج ونص من المية مع عصرة ليمونة، نص ليمونة كده، ونرفعها على النار. وممكن بدل النص ليمونة دي طرف المعلقة ملح ليمون. ودلوقتي احنا حطيناها على النار، اول ما تغلي هوطي عليها على حرارة متوسطة واسيبها 8 دقايق وبعد كده اطفي عليها يبقى الشربات جاهز. ودلوقتي هنجيب لفة جلاش تكون طازة وحلوة كده اهي، واروح بالنص كده تانيها على بعضها واروح قصاها لجزئين متساويين. واروح مغطيه كده كويس عليها بالفوطه عشان ما تنشفش، الجلاش بينشف بسرعه. واروح سحبه واحده من اللي انا قصيتها دي اللي هي ورقه الجلاش قسمتها بالنص، واجيب سمنه بالفرشه كده بالراحه واملس كده، وبعدين اروح تانية النص اللي انا قسمته ده على بعض كده اتنين، واجيبها كده واجيب النص ده على النص ده وبرده بالسمنه كده واجيب. ودلوقتي انا عندي حاجه زي كده، او ممكن الخله بتاعه الشيش طاووق او عصايه او شاليمو، حاجه متاحه عندك بحيث ان انت تحطيها كده واتني عليها الجزء ده. واجيب اي حشوه متاحه عندك، شويه سوداني واروح حطهم كده اهوت، او اي مكسرات واتني، تبقى سهله بقى في التانية كده ابرمها. واروح مكشكشاها كده تبقى بالشكل ده واسحبها، سهله جدا. واروح حطها بقى في الصينيه واروح جايباها كده واروح رصها عندي في الصينيه واعمل غيرها. واجيب برضو ورقه تانية واملس عليها بالسمنه كده بسيط، واروح تانيها كده الجزء ده على الجزء ده وبرضو بالسمنه وكده على بسيط، واروح حاطه الحاجه اللي انا هلف عليها كده بالطرف واتني عليها كده، واجيب الحشوه. ودي طبعا رغبه، وممكن تعمليها ساده، انا عندي بيحب ساده وفي بيحب بالسوداني او المكسرات. هعمل جزء كده وجزء كده وابرم كده بمنتهى السهوله، واروح مكشكشاها كده وتتسحب معايا بكل بساطه كده، وارصها جنب ايه اختها، وهكذا هكمل بقيه الحشوه كلها وبعدين اوريكم الصينيه شكلها عامل ازاي. ودلوقتي حبايبي اهي الصينيه خلصت بنفس الطريقه. اروح جايبه بقى سمنه اللي انا مسيحاها وكنت بستخدمها، وعلى الوش كده لان السمنه دي هي اللي بتورق الجلاش كويس، وامسح كده بالفرشه. وطبعا شغاله الفرن على الحراره 180، وادخلها على الرف اللي في النص على الشبكه، ولما تخلص وتحمر نسقيها بالشربات، ويكون الشربات بارد وهي سخنه. وكده الشربات بتاعي خلص بعد 8 دقايق ما غلي اهو. لو تلاحظوا ازاي ماسك في المعلقه تقيل شويه، مش التقل اللي هو يعني اللي يمسك جامد ده، لا الشربات يبقى ايه تقيل بس تقل وسط كده. اروح حاطه اتنين بعد ما طفيت عليه وشلته، اروح حاطه عليه ظرفين من الفانيليا. علشان ايه ما حطيتش الفانيليا من الاول؟ علشان تفضل الفانيليا ريحتها كده تقيله وباينه. وحطيت الفانيليا بعد ما شلته في النهايه من على النار، واركنه بقى يبرد. وولعت الفرن وحطيت الجلاش بتاعي المكشكشه اللي احنا عاملينها، ولما تطلع نسقيه بالشربات مع بعض.
دلوقتي حبايبي هي طلعت اهي من الفرن والشربات بارد. هبتدي اخد الشربات كده وانزل عليها بالتدريج كده، اسقيها. وبعدين اجيب اي مكسرات عندي، انا عندي سوداني، وارش عليها كده. طبعا الشربات هيمسك فيه. وبعدين اجيب كده وفضيتها دلوقتي وحطيتها في طبق التقديم، ورشيت عليها السوداني او اي نوع من المكسرات اللي تحبوه. جميله جدا ومقرمشه، سامعين؟ وعلى الطعامه واللذاذه ما اقولكوش. دمتم بصحه وعافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.